هيدا أسامة مروة على وشك انه يمضي ورقة رح تغير مجرى الحياة كلها وتقلبها فوقاني تحتاني. اوكي مش هالقد، بس انه شي كتير مهم، رح يصير خيي قانونيا. اوكي بس ليش بدي خلي أسامة يصير خيي؟ خليني اخبركم، انا عندي اخت هيدي هي وبحبها كتير اكيد، بس هي ما بتحب يوتيوب مثلي. سالي بتحبي يوتيوب؟ لا. اوكي شفتوا؟ بدي حدا يشاركني حب اليوتيوب، نقدر نحكي سوا وننبسط نفسنا ونتعلم مع بعض. من الاخر بدي خيي بحب اليوتيوب. بلشت نبش على الانترنت مين معقول يصير خيي وبحب يوتيوب قدي. من بعد تفتيش كتير وصلت لأسامة مروة. أسامة يوتيوبر عنده 6 مليون متابع، من الوحيدين بالعالم العربي اللي عن جد بيتابعوا على محتواهم، وانا بحب احضرهم. بس المشكلة انه عائلته مروة وانا ناعمة، مبين انه نحن مش اخوة. واضح المشكلة وين. بس انا رح خليه يصير خيي. كيف؟ بهيدا هيدا كونترا، بدي خليه يمضي على كونترا. شو رح يحتوي هالكونترا عم تسألوا؟ خليني اخبركم. اول شي الاخوة لازم يعايدوا بعض على عيد ميلادهم، الاخوة لازم يحكوا بعض على القليلة مرة بالجمعة، والاخوة لازم يشاركوا بعض كل شي حتى قنوات اليوتيوب بليز. فحطيت كل هيدا على عقد ومضيته هون، وهلا كل اللي بدي اياه انه اسامه يمضي هون، ورسميا بالقانون بنصير انا وياه اخوه. هيدا هو الكونترا رسميا مثل ما بتشوفوا. بس المشكلة انه اسامة منه شخص عادي، يعني ما في اجى اعطيه الكونترا وقول له يمضيه بلا ما يقريه بلا ما حتى يشوف شو مكتوب عليه، واذا بيشوف شو مكتوب عليه يمكن ما يقبل يمضيه، يمكن ما بده يكون خيي. بس انا رح خليه يمضي. سوري، هذا اللي رح اعمله. رح اعمل كونترا مزيف مكتوب عليه حيالله شي وقصه من تحت ولزقه على الكونترا الاصلي. هيك لما يمضي هو على الكونترا العادي اللي بفكره هو بايخ اصلا، برجع على البيت انا وبشيل الورقتين عن بعض، وهيك بيكون الامضه تبعه محطوط على الكونترا الاصلي. شو ذكي انا لك، ذكي. الخطة كتير ذكية، بس أنا شخص بحب جرب قبل ما أتأكد، وجربت هالشي على أختي. عملت كونترا حيالله بيقول إنه أنا بحبها كتير، بس تحته في كونترا بيقول إنه كل شي بتملكه بالحياة صار ملكي أنا، ورحت لعندها. سالي مدي لها. ما في شي، لا ما في شي، هاي ماشي بلا ماشي، هاي بلا ماشي هاي. انت ليه؟ خلص امشي الحال. اوكي هالتجربة فشلت مع اختي، كان في واضح انه الكونترا في شي تحته، حتى بس قريت انتبهت انه في ورقة تانية، وهالشي ما حيزبط مع اسامة، لازم خلي الكونترا ما يبين ابدا مشكوك من امره، وهيك بيقبل يمضيه حتى بلا ما يقرا. فالخطة اللي كتير ذكية اللي ما حدا قبل بالحياة كلها طلع فيها هو انه طبعت الكونترا على بلوزي. اوكي لا سرقت هالفكرة من يوتيوبر تاني يعني، بس انه خلص قطعوا لي اياها. هيك بلبس هيدي البلوزه تحت البلوزه الاصليه، وكل اللي علي اعمله هو نقول له لاسامه يمضي لي عليها، واكيد حيقول ايه. وهلا بتجي المهمه الصعبه. اسامه بدبي وانا بلبنان، كيف بدي اقنعه يلتقي معي بهالسهوله؟ بخلق سبب تاني كليا تخلي أسامة يلتقي فيي، هيك بضيعه بالهدف الأول، بس الحقيقة في عندي هدف تاني كمان، وهالسبب كان الهدية اللي أعطيتها لأسامة جمعة الماضي. منا هينة تسافروا وتلتقوا مع شخص عنده 6 مليون متابع، فكان بدي سبب كتير قوي، والهدية هي شيء أسامة أكيد رح يقبلها مني. قبل ما تحضروا هالمقطع في عندي فيديو نزلته جمعة الماضي بيحكي عن كل شيء بالتفاصيل، كيف عملت الهدية، كيف حكيت مع أسامة، كيف التقيت فيه، وحتى ردة فعله بالهدية الحلوة. فإذا مش حاضرينه بعد روحوا احضروه ورجعوا تعالوا لهون. قضيت كتير وقت تظبط كل الخبرية، بس انه عملت الهدية وحكيت مع مكيل مصور والاديتور تبع أسامة، زبطت نهار التقى فيه مع أسامة وسافرت على دبي والبلوزة بإيد وهدية بإيد. اوكي اجى الوقت، الهدية صارت هون، هيدا هو مفتاحنا كرمال نتقابل مع أسامة، والعقد رح هو هون. اوسي انت رح تصير خيي بالقانون بس تمضي هالكونترا. بس فيك تمضي لي هون بليز، مبين شي هيك. ها ولو بس فيك تمضي لي هون بليز. تزبط هيك عم تمرن على كيف بدي اقولها. بس فيك تمضي لي هون بليز، هيك طالع. فيك تمضي لي هون بليز، مضي لي هون. قد ايه بدي اعلي تما تبين هيدي؟ اوكي بليز مضي لي هون. هي منيحه، بليز مضي لي هون. وهلا كانت اللحظة اللي كنت ناطرها، وكل هالشغل اللي عملته كان مبني عليه. اعطيت أسامة الهدية مثل ما اتفقنا بأول خطة وكله كان تمام. هلا والله. جاي من هون من لبنان على دبي 3 ايام بس كرمال اعطيك هالشي. مني أسامة. وهلا صار وقت يمضي لي على البلوزة. يا اخي والله ما بعرف شو بدي اقول لك، والله انك بس بدي بعد شغلة. قل لي. بس بدي تمضي لي على البلوزة هون. نمضي على بلوزة؟ ايوه. يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني. طيب عندها أمضة أسامة ولا هدية؟ لا جماعة
ها في شغله بس بعد انت مضيت هلا على عقد. انا وياك صرنا اخوه رسميا. عقد اخوه. في يوم اول شيء لازم تحكيني مره بالجمعه. الطرف الاول كمال، الطرف الثاني اسامه مروه. ينص على العقد اتفاق اخوه، الطرف الاول والطرف الثاني، وكل الطرفين يصبح اخوه رسميا وقانونيا. شوف شايفه صح. ريتك مقطوع $1,000,000. بدي بس تكون اخوه. لا والله الي صرف يا جماعه. بس حلوه الحركه. هيدي نعلقها بفريم، خلص صار في عندك كونترا بيني وبينه. طيب يا جايز سبسكرايب. سبسكرايب اكيد سبسكرايب، والله سبسكرايب لايك كومنت الاشياء الحلوه.